السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ زي ما احنا عارفين يا جماعه ان البصل كتير دلوقتي، فانت بتشتري كميه تكفيكي وفي نفس الوقت ما يبص منها حاجه وما يضربش منها حاجه. اول حاجه وانت بتشتري البصل تجيبي البصله المدوره ويكون حجمها متوسط زي دي كده، شايفين؟ تاني حاجه وانت بتنشريه طبعا بيطلع من الارض بيكون اخضر، فانت بتنشريه في مكان يكون متهوي بس في نفس الوقت يكون بعيد عن الشمس عشان الشمس بتخليه يضرب يا جماعه. خلاص انت نشفتيه ما شاء الله بقى عرفت زي ما انت شايفاه كده. يلا بقى نشرشه ونشوف هنعمله ازاي. زي ما انتم شايفين كده البصل ما شاء الله نشف خالص اهو. بجيبه كده اهو كل 5 6 مع بعض على قد ما تعرفي تعملي اهو. معاكي بقى حته حبل، حته قماشه، اي حاجه كده اهو. شوفي البصله ما شاء الله كله حجم واحد، ده لو غاب معاك لاخر السنه ما بيبص منه واحد اهو. بربطه كده اهو طرف الحبل او حته قماشه زي المتوفر عندك اهو. كده انا بشرشه بقى عشان انا هعلقه. اهم حاجه يكون بعيد عن الرطوبه، لان الرطوبه يا جماعه بتخليه يزرق، ده اللي بيخلي البصل يبوظ مني. خلاص انا عملت الطرف اهو، هعمل الطرف التاني اهو. شايفين؟ جربوا الطريقه ده اهي. عندك بلكونه بقى بس اهم حاجه يكون بعيد عن الشمس. في المطبخ لو عندك مكان متوفر في المطبخ، بس اهم حاجه الميه ما تطلهوش ولا الرطوبه يا جماعه. كده البصله المتوسطه اللي انا زي ما قلت لك حجمها متوسط، الكبيره اشتغل منها الاول، الكبيره بتبوظ بسرعه اهو. اهو اهو انا ربطتهم اهو، هيتعلق كده بقى. شوفي اهي، هعمل معاكم كمان واحد اهو. والثوم نفس الحكايه، انا عامله الثوم كده وما شاء الله بيفضل معايا لاخر واحده ما بيبص منه حاجه اهو. زي الاولانيه طرف الحبل او حته قماشه اللي متوفر عندي بعمله كده اهو. بعد كده بقى بتنزلي شرش بشرش على قد ما انت عايز، على قد استخدامك اهو. ما شاء الله زي ما انت شايفه كده اهو. الكبيره انا بخليها بعملها الاول اهو. شوفي هعلقه معاكم بقى واوريكم ايه الشكل الاخير اهو. يا جماعه انا خلصت تربيط وعلقته بنفس الطريقه كده. ما شاء الله لو قعد معاك من السنه للسنه مش بيحصل له اي حاجه، وزي ما قلت لك اللي كانت بتقابلني كبيره بحوشها على جنب بشتغل منها الاول اهو. اعمليه بنفس الطريقه كده، اهم حاجه يكون بعيد عن اشعه الشمس وبعيد عن الميه، يعني المكان ما يكونش فيه رطوبه. عندك بلكونه بقى في الظل حطيه فيها، عندك مكان في المطبخ ناشف حطيه فيها. اهم حاجه تعلقيه كده، لو قعد معاكي من السنه للسنه مش بيحصل له اي حاجه. بنفس الشكل كده. حتى التوم انا بعمله بنفس الطريقه ما بيحصلوش اي حاجه، يتنيه لاخر واحد ما برميش منه حاجه ما شاء الله. جربوه يا جماعه اهو. ومش هوصيكوا بقى ما تنسونوش باللايك والشير واشتراك يا جماعه، وحطوا اللايك وصلوا على النبي في الكومنتات. يلا اشوفوا الشوك على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.